السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك ظهر من الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جدعان؟ عودة حميدة، العودة من بعد الغياب. هفضل ماسك بقى المايك في ايدي كل الفيديوهات الجاية لحد ما ربنا يكرم كده ونجيب مايك. النهاردة مش فيديو رياكت كالعادة، يعني نوع من انواع التغيير كده. ومحدش مهتم بس انا حبيت اوضح ده، يعني اللي مهتم الناس المحترم. المهم في ظل ان المحتوى اتغير اليومين دول، ان بقى في ترندات غريبة واشكال يعني ما يعلم بها الا ربنا، في حاجة غريبة بتحصل، والمحتوى المصري بقى عبثي بطريقة وحشة قوي. يعني بقينا نشوف حاجات مش متعودين عليها، وانا بصراحه بقيت مستصعب ان انا اصور فيديوهات عن الترندات او الرياكت بشكل عام. يعني الموضوع بقى تقيل، يعني انت بتبقى جزء من ان انت بتنشر حاجه زي كده في سبيل بقى الضحك، الهزار، محتوى. خلاص بقى الحاجات دي راحت عليها. وغير كده الموضوع كان تقيل برضو في حوار المونتاج وان انت تجمع ماتيريال وتطلع ترياكت عليها. عموما الموضوع كان صعب قوي. انا لسه بجرب اهو اول فيديو هتكلم فيه، والمونتاج اتوقع ان هو يكون خفيف. فيعني لو الموضوع طلع سهل، الفيديوهات التانية هيبقى فيه كل يوم فيديو اتكلم فيه في موضوع مختلف. عموما يعني من وجهة نظري، مش جاي بقى اقول لك انا هرتقي باليوتيوب المصري ولا اعمل كونتنت محدش عمله قبل كده، بس يعني بنحاول نغير من نفسنا. انا بحاول امد الفيديو، اجرب كده كام حاجة، احاول الاقي اي كلام اقوله. انا جاي اقول ان انا تقريبا مش هعمل فيديوهات رياكت تاني. محدش مهتم انا عارف، بس هيكون في فيديوهات كل يوم او فيديو على حسب. يعني كل ما اقدر اعمل فيديو خفيف كده نتكلم فيه في موضوع حلو، او موضوع يعني بشكل عام اي موضوع. ولو في حاجه يعني تستدعي ان احنا نعمل لها رياكت، هيبقى فيديو كل فين وفين مثلا. كان بصراحه دي الفيديوهات اللي انا بدات بيها القناه هنا، وان انا كنت مخطط اللي انا اكمل كده يعني. بس قشطه. عايز رايكم في المحتوى المصري بشكل عام بقى عامل ازاي اخر فتره. وعايزكم برضو تقترحوا عليا مواضيع نتكلم فيها الفتره اللي جايه، بس مواضيع تكون مواضيع يعني على قدنا، يعني مش مواضيع. في نفس الوقت برضو لو في امكانيه ان انا اطور واغير من الكادرات، يبقى ميني فلوج مثلا او فلوج بشكل عام. بس انا مش هخرج من اوضتي يعني، عشان الشعب المصري غريب اليومين دول. اي حد بيصور متنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وتعملوا فولو على الانستجرام. فبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام. انا اصلا كنت مجهز انا بجرب كادر جديد، يعني مش كادر، بجرب الكاميرا دي. يعني انا غيرت الكاميرا، مش غيرت الكاميرا، غيرت التليفون يعني. الكاميرا بقت نضيفة. فانا كنت بجرب عشان اصور فيديو رياكت دلوقتي عن الترند اللي موجود، اللي هو سوزي الأردنية تقريبا. وفي حاجات تانية انا كنت بجرب. انا ايه اللي خلاني اعمل فيديو 13 دقيقة؟ انا مش عارف انا في ايه. يلا سلام. يعني سبحان الله، انا كنت دلوقتي حالا كنت بقول لسه هدور على الترند اللي موجود واعمل عليه فيديو رياكت، طلع اقول ان انا مش هعمل فيديو رياكت. اوكي.